السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني كتير كتير كتير. معلش غايبة عليكم بقالي فترة. عندي بقى النت خلصان بقى، وواحد قاعد كده يعني حاسس انه في حاجة ناقصاه. فطبعا الفيديو ده انا اصلا مصوراه يعني بقالي كام يوم، بس للاسف ما كانش عندي نت خالص. ما عنديش نت ان انا انزل الفيديو يعني وكده. والنت عندنا اصلا بايظ، وكمان الباقة خلصانة وكله ببعضيه. تمام. فقلت كده عملت الفيديو ده، وقلت طبعا لازما كده انزله، ومش هصبر طبعا لما النت عندي يشتغل. فقلت انزله كده وافتح بقى من عند ماما يعني وكده، وانزل لكم الفيديو. المهم انا بعمل معاكم طاجن بطاطس. طبعا طاجن بطاطس كده انا قلت ادلع كده العيال وادلع نفسي. كان عندي كده فراخ صغيره، فطبعا قلت الفراخ الصغيره دي عايزه طاجن البطاطس ده. وفعلا هو ده اللي حصل. والله يا جماعه جوزي ما بياكلش الفراخ البيضة اصلا، اكلها وكان حبيبها جدا. وطبعا اللي انا سويتها في الصينيه بتاع البطاطس يعني وكده. فطبعا مسكت كده كام بطاطسايه كده، خرطتها وقشرتها كده وخرطتها طبعا معاكم زي ما انتوا شفتوا. وطبعا ده برضو البصل، قلت كل حاجة هعملها معاكم خطوة بخطوة يعني. مش هقطع حاجة يعني من الفيديو، من يعني لحد ما عملت صينية البطاطس مش هوقف الفيديو. كل حاجة كده جاهزة معاكم. تمام. طبعا هنا بقى خرطت معاكم البطاطس كده، وخرطت معاكم طبعا البصل، عشان تشوفوا معايا كل حاجة خطوة بخطوة وتشوفوا انا هعملها ازاي. تمام. طبعا ده فلفل، طبعا فلفل اخضر. فطبعا قلت مش فلفل رومي. فقلت طبعا مش هحط شطة عشان الولاد، يعني الولاد ما بياكلوش الشطة الحراقة. فقلت اعمل فلفل كده بارد حلو كده جميل، فلفل رومي وما يكونش حراق، ويدي ريحة وطعم فين في طاجن البطاطس. تمام. عندك طاجن حطها في طاجن، عندك صينية حطها في صينية براحتك. طبعا التوم ده بقى اللي بص بيدي طعم تاني خالص للبطاطس بتاعتك، يعني ده بيدي حاجة تانية. تمام. هنا بقى برضو حطيت بقى الفلفل بتاعي والكمون والملح. حطيت بقى توابلي بقى فيها يعني وكده. التوابل اللي انت عايزاها والتوابل اللي انت بتحبيها حطها فيها. ادعكي بقى كده البطاطس كلها ببعضيها كده يعني خليها تاخد التتبيله بتاعتها. عشان تبقى طعمها حلو. فطبعا قلبتها كده مع بعضيها، البصل مع الثوم مع البطاطس مع التوابل اللي انا حطيتها مع الملح، كله كده ببعضيه وحطيتها زي الفل. كان عندي برضو كنت مطلعه، يعني كنت عندي بطه، فكنت مطلعه منها كده دهون يعني وكده. فالمهم حطيتها مع طاجن البطاطس، قسما بالله كانت مديها سكر، كانت مديها حاجه كده، سكر كده، حاجه كده عسل. تمام. دي برضو الفراخ بتاعتي برضو تبلتها كده لوحديها، برضو حطيت لها ملح وفلفل وكمون وتبلتها كده حلو، وتوابل فراخ ومكعب مرقه دجاج. وهنا برضو حطيت نفس النظام، مكعب مرقه دجاج وكده، وكله عملته ببعضيه. تمام تمام. هنا بقى سِبتهم بقى على النار، يعني حطيتها على النار كده على شوية زيت، وفضلت أقلّب فيها كده على النار. عشان برضه لو فيها مَيّة والّا فيها حاجة تنزّلها. وكان ريحتها جميلة، ريحتها كانت قالبة الشقة بجد يعني، بصراحة يعني كانت قالبة الشقة عندي. تمام. هنا بقى رُز الفراخ بتاعتي كده زي ما أنتم شايفين. أيوه بالضبط كده. حطيت بقى عليها الطماطم بتاعتي. الطماطم بتاعتي برضو لوحديها كده، كنت انا حاطه فيها بصله وعاملاها يعني في بعضيها، وحطيت شويه ملح برضو وشويه توابل. بس ما تكتريش، لو انت مكتره التوابل في البطاطس فلا داعي يعني ان انت تحطي توابل او ملح في الطماطم بتاعتك. بس انا ما كنتش مكتره التوابل، ما كنتش مكتره الملح يعني. فطبعا حطيت برضو في الطماطم زيت التأكيد، عشان يبقى برضو الطماطم عندي، اللي ما بيبقاش عندي حته متبله وحته لا. فقلت الطماطم عندي برضو اعملها في الخلاط كده، واضرب معاها بصلايه، واحط معاها التوابل والملح يعني وكده، وحطيتها عليها. طبعا حطيتها على النار كده، ما حطيتهاش في الفرن ولا اي حاجه. حطيتها على النار كده زي ما انتوا شفتوا. وحطيت بقى غطيتها كده بغطا عندي، وسبتها. قسما بالله كانت طيبه وزي الفل. طبعا البطاطس بتاعتي انا بوريها لكم طيبه ازاي، يعني مستويه جدا. وما خدتش معايا حاجه على البوتاجاز، يعني ما خدتش معايا على البوتاجاز حوالي ربع ساعه مثلا او تلت ساعه بكتير. تمام. دي طبعا الفرخه بتاعتي التانية. فطبعا قلت عشان الشوربه، عشان اعمل بها رز وكده.
فطبعًا ده برضه سويتها كده، وقُلت برضه لو الولاد ما حبوش ياكلوا الفراخ اللي معمولة في طاجن البطاطس، يبقى أنا أحمّر لهم الفرخة دي وأدّيها لهم يعني وكده. طبعًا قُلت بقى هنا برضه هاعمل الرز بتاعي وأنا معاكم، صينية البطاطس بتاعتي حطيتها فين، في الفرن. ما حطيتهاش بقى في الفرن من تحت، لأ حطيته فوق تحت تحت الشواية على طول، عشان ياخد معايا اللون اللي أنا عايزاه، وبعد كده هاخرّجها. تمام، تمام. فطبعًا قُلت كده أعمل برضه معاكم الرز يعني وكده، و وقبل أي حاجة عفوًا يا جماعة معلش، قبل أي حاجة كده يا جماعة معلش يعني لايك، مش هتخسري حاجة لمّا تحطّي لايك واشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. تمام. اللي أول مرّة يشوفني في القناة، ما تنسوش يا جماعة ت ت تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس. هنا باورّيكم باورّيكم يعني باورّيكم اللي عندي طبعًا في الشتا تحسّي إن عندِك الحيطان بتنزّل مَيّة من البخار اللي طالع وكده، تنزّل مَيّة. فقُلت كده وأنا واقفة بفوطة كده وامسح كده الحيطة، قد هتطلع معاكِ الدهون اللي في الحيطة، لو عندِك دهون والّا عندِك أي حاجة مع السخونة اللي في المطبخ مع المَيّة اللي نازلة دي، كل حاجة هتطلع معاكِ بسهولة. يعني أنتِ لو عندِك دهون في المطبخ أو عندِك أي حاجة، فأنتِ يعني استغلّي الوقت ده، وبفوطة كده وأنتِ واقفة في المطبخ وبتنضّفي كده، امسحي كده السيراميك بتاعِك، هتلاقي السيراميك بتاعِك طول ما أنتِ بتعملي كده وإيدِك في المطبخ، هتلاقي عندِك السيراميك بتاعِك بيلمع، معلهوش دهون، معلهوش أي حاجة، مطبخِك نضيف، كل اللي يدخل يشوف مطبخِك كده منوّر وحاجة زي الفل. حتى لو ما حدش بيدخل عندِك وما حدش بيشوف مطبخِك، على الأقل أنتِ لمّا تدخلي مطبخِك كده يبقى أنتِ عندِك راحة نفسية. أنا بقى طبعًا حمرت الشعرية بتاعتي وحطيت الرز. طبعًا الرز بتقلّبي فيه شوية على أساس إن الرز بتاعِك بقى يعني يتغلِّف بقى بالزيت اللي محطوط أو بالسمنة المحطوطة، وما يعجنش منِّك، يبقى مفلفل وحلو. لازمًا تقلّبي كده تخلّيه يسخن كده وما يتعجنش منِّك يعني وكده. زي الفل كده، تمام. أنا طبعًا قعدت أقلّب فيها شوية، بعد كده رُحت زايداها بالشوربة. هنا بقى الشوربة بتاعتي زوّدتها، ولو الشوربة بتاعتِك مش حادقة أوي، ممكن طبعًا هتحطّي ملح في الرز. أنا دايمًا باعمل كده، لازمًا أحط ملح في الرز. عندي ما باحبش الأكل عادم أصلًا، ولا جوزي بيحب الأكل عادم، ومش مالح برضه، يعني أنا باخلّيه مضبوط، يعني حاجة كده لا دلع ولا اللي هو مالح جدًا ولا الكلام ده. هنا بقى طبعًا قُلت لحد ما الرز يستوي. طبعًا شطّبت الحوض بتاعي، ما خليتش حاجة في الحوض، وبعت الواد جاب لي تورش يعني وكده، وحطيته في الطبق. قُلت كده هاجهّز لحد صينية البطاطس بتاعتي ما تطلع، ويكون جوزي جه. هنا بقى كنت هاطلّع معاكم بقى صينية البطاطس، طلّعتها زي ما أنتم شايفين. شايفين الحلاوة بتاع صينية البطاطس، قسمًا بالله كانت جميلة، وكانت ريحتها قلبة الدنيا، وطعمها كمان. يعني سيبِك من الريحة، في ناس كتير ريحة أكلها بتبقى حلوة، بس الطعم مش حلو. بجد يعني جربوها وأنتم يعني مش هتخسروا حاجة. ابني واقف بيكلمني، يا ماما أنا جعان، يا ماما أنا جعان. قُلت له خلاص أنا خلّصت، اصبر لمّا بابا ييجي. طب هاتي طبق طيب، هاتي مش عارف إيه. قُلت له لأ أمّا بابا ييجي، عشان لو أكلت دلوقتي مش هتاكل لمّا بابا ييجي يعني وكده. هنا بقى شوفوا الرز بتاعي كان مستوي وكان عسل إزاي، كان مفلفل حاجة كده يعني فوق الجمال. ما تنسوش يا جماعة حبايبي يعني معلش، فضلًا وليس أمرًا الاشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس ولايك عشان يوصلكم مني كل جديد. ودعوة كده حلوة منكم، عشان خاطر ربنا يعني، مش عشان خاطر أي حد. فطبعًا أشوفكم في فيديو جديد، وأنا باحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي.